اهلا بيكم في اول حلقه من حلقات البودكاست بتاعنا. لسه ما اخترتلوش اسم، فلو حد عنده اي سجيشن في الكومنتات لاسم البودكاست يا ريت يقول لنا في الكومنتات البودكاست ده ممكن نسميه ايه. في البودكاست ده هتكلم فيه عن الحاجات اللي بتهم عامه طالب طب او طبيب امتياز، طبيب حديث التخرج، اللي هو انت قدامك اوبشنز كتير، في طرق كتير في الحياه ممكن تاخدها، في طريق سفر وطريق النيابات وفي الزماله المصريه وفي حاجات كتيره جدا، اوبشنز كتير بالهبل محتاجين نتعرف عليها اكتر وناخد زي غطس كده في بحر الاختيارات اللي قدامك ده، لان بناء على الاختيارات ده حاجات كتير قوي هتتحدد في حياتك بعد كده. فمهم قوي الواحد يدرس القرار ده، ودي الحاجه اللي انا بعملها الفتره دي. يعني الفتره دي انا بحاول احدد ايه هي اهدافي، ايه هي اولوياتي في الحياه او في الطب بشكل عام، لان انت لما تحدد اولوياتك هتعرف تاخد القرار الصح او اللي هو يبان صح على قد ما تقدر. لان برضو مهما جمعت من معلومات هيفضل عندك يعني شويه قصور في المعرفه، لان الحاجه يعني لما تقرا عنها او تسمع عنها غير لما تتحط فيها او لما تعيش التجربه بنفسك طبعا. بس ده ما يمنعش انك لازم على الاقل تخطط ويكون عندك خطه شبه واضحه او طريق انت عايز تسلكه او عندك شغف بيه. فيعني في البودكاست ده هنحاول يكون دي رحله التعرف على ايه انت عايز تعمل ايه، او التشويسز بتاعتي او في الكارير بتاعي. هل انا عايز اسافر؟ هل انا عايز افضل في مصر؟ هل انا عايز احضر تخصص معين سيرجيكال ولا بطنه؟ وطبعا هنحاول في البودكاست ده يبقى عندنا جيستس انتوا ممكن تعملوا سجيشن ليهم، لو انتوا عايزين شخص معين نبدا نتكلم معاه وناخد خبرته. وفي اول حلقه هبدا بتجربتي انا الشخصيه. اللي متابعني هنا على القناه عارف ان انا عملت يو اس ملي ستيب 1، سافرت اعمل يو اس كلينيكال اكسبيرينس في امريكا او ما يعرف به الالكتيف. انا اسمي ابراهيم مليك، طبيب امتياز في جامعه طنطا، يعتبر في اخر امتيازي. ومن ساعه ما عملت يو اس ملي ستيب 1 كان كل الفوكس بتاعي على ان انا اطلع امريكا واعمل يو اس كلينيكال اكسبيرينس، لان دي واحده من اهم او من اصعب البارتس او من اهم الاجزاء اللي انت مطلوب منك تعملها عشان تخش الماتش. طبعا في حاجات كتير عملتها صح وفي حاجات كتير عملتها غلط. انا جاي هنا في البودكاست ده احكي لكم التجربه بتاعتي بشكل عام. طبعا اول ما خلصت ستيب 1 كان اول خطوه قدامك ان انت تاخد الفيزا، ودي تعتبر خطوه يعني فيها شويه حظ، يعني مش سيرتن قوي. المحددات اللي هم بيطلع لك على اساسها الفيزا مش معروفه، وحاجات كتير قوي في سكه اليو اس ام دي عامه او في سكه امريكا ملهاش باوندريز او ملهاش متطلبات واضحه، على عكس مثلا الفيزا بتاعت كندا او الفيزا بتاعت بريطانيا. في شويه ريكويرمنتس مطلوبه منك، لو عملت لها فولفيلمنت انت خلاص بتبقى ضمنت ان انت هيجي لك الفيزا. على عكس فيزا امريكا الموضوع معتمد تماما على راي الموظف بتاع السفاره او الاوفيسر بتاع السفاره، هو اللي بيحدد اذا كنت انت شخص كويس وتستاهل انك تسافر او هتاخد الفيزا بتاع السياحه، ويقتنع بكلامك، او هيعتبر ان انت شخص رايح يهرب وهيعمل لك يعني وهيرفض لك الفيزا بتاعتك. فالموضوع بشكل كبير بيعتمد على الاوفيسر اللي انت هتدخله في الانترفيو. انا الحمد لله قدرت اخد البي 1 بي 2 فيزا، ودي كانت نعمه من عند ربنا، يعني ماليش اي ايد فيها. كل اللي عملته ان انا شرحت للاوفيسر بالظبط انا رايح اعمل ايه. قلت له ان انا رايح يو اس كلينيكال اكسبيرينس، ان انا فاينل يير ميديكال ستودنت، وان المستشفى اللي رايح فيها كذا في ولايه كذا، وهقعد مده شهرين. فده بالظبط اللي قلته للاوفيسر. سالتني كام سؤال تاني زي والدك بيشتغل ايه، مين اللي هيسبورت يو during this journey، يعني مين اللي هيصرف عليك في الرحله ديت. فقلت لها والدي بيشتغل فين، بيشتغل كذا بس. وقالت لي اوكي الف مبروك، وادتني الورقه الصفراء اللي هي معناها ان انت يعني توافق على الفيزا بتاعتك. وفعلا بعدها باسبوع اخدت جواز السفر او الباسبورت بتاعي، بعته لي على دي اتش ال واخدته كده، بقى معايا فيزا امريكا. وطبعا كان من الحاجات المهمه جدا عشان اخد الفيزا اصلا ان انا اجيب الكتيف روتيشن يكون معايا ورقها، عشان برضو ما كنتش اضمن الاوفيسر في السفاره يقول لي وريني انت مقبول مثلا في مستشفى او مقبول في بروجرام او اي حاجه، عشان تثبت ان انت رايح هناك تعمل روتيشن او رايح هناك تتعلم. فكنت فعلا واخد من مستشفى في شيكاغو موافقه ان انا هطلع اعمل فيها الكتيف، وفي الاخر انا ما عملتش في المستشفى دي اصلا، بس هي مش مشكله. بس كانت الموافقه دي ضروريه عشان اقدر اخد الفيزا. فانا قدرت اخد الموافقه ديت الاول واروح بيها السفاره، بحيث ان انا اخد الفيزا. وبعد كده خدت قرار ان انا ما اروحش المستشفى دي لانها ما كانتش افضل مستشفى يعني. وبعد ما خدت الفيزا بقى كانت المهمه الاصعب بقى هو ان انا ادور على الكتيف روتيشنز كويسه اقدر اروحها. وطبعا يعني في ايجنسيز كتير قوي بتوفر خدمه انها تجيب لك الكتيف روتيشنز
بس بيكون اسعارها غاليه شويه، فبدات ادور على حل تاني او حاجات اسعارها اقل. واحده من الايجنسيز المشهوره جدا اسمها اي ام او، ممكن ابقى احط لكم لينكات كذا ايجنسي في الديسكربشن لو حد عايز ياخد عليهم بصه. الفكره برضو ان انت عايز مكان كويس تعمل فيه الالكتيف روتيشن، وفي بقى ميس كونسبتس كتير قوي من ناحيه انا اخد هاندز اون ولا هاندز اوف ولا اخد اوبزرفر شيب ولا يعني في مصطلحات كتير قوي الناس بتتلخبط ما بينهم، وفي خرافات كتير قوي ان انت لازم تروح مستشفى جامده جدا عشان تاخد منها ليتر ده يساعدك في الماتش، وان اسم المستشفى مهم، وان انت لازم تروح مستشفى كبيره. الموضوع ده يعني مش قوي كده، لا انت ممكن تروح مستشفى صغيره بس تاخد ليتر اوف ريكومنديشن بيرسوناليزد محترم بشكل معين يخليك يخلي الليتر ده اقوى بكتير جدا من ان انت مثلا تاخد من كليفلاند كلينيك ليتر، والليتر ده يكون يعني جينيريك او اللي هو ليتر عادي. البيرسوناليزيشن بتاع الليتر اهم من انت الليتر ده واخده من انهي مستشفى او من انهي دكتور. مش لازم يبقى احسن مستشفى اللي هي في امريكا مثلا اللي انا واخد منها الليتر عشان تبقى اجمد حاجه، لا لا. واصلا معظم الاماكن اللي بتوفر روتيشنز بتكون اماكن صغيره وكلينكس صغيره، بس بتديك ليترز اوف ريكومنديشن ليها ويت كويس، وخصوصا لو الليتر ده كان بيرسوناليزد مش جينيريك. طبعا مش بقول ان انت تروح لحد بيبيع ليترز اوف ريكومنديشن، لان برضو الشخص اللي بيبقى زي كده بيبقى معروف ان الليترز بتاعته موجوده مع ناس كتير، فالليتر بيكون قلت قيمته. والماتش دلوقتي بقى له نظام جديد، نظام سيجنالز. كل الناس اللي كانت بتقدم في الماتش في الفتره دي لما سالتهم واتكلمت معاهم، الموضوع ضبابي بشكل كبير، محدش عارف ايه الافضل. انت بقى في نظام الماتش بقى فيه اللي هو انت بتحدد 3 او 4 مستشفيات تعملهم جولد، وبعد كده ليك سيلفر حوالي 12 مستشفى، وبعد كده مش عارف في برونز ولا لا. بس انت بقى في حاجه اسمها سيجنالز، انت بتقول للمستشفى ان انت بترانك المستشفى دي كجولد او كسيلفر. فلو هتحط نفسك مكان اي مستشفى هتلاقي نفسك اللي هو طب انا ليه ابص على الابلكيشنز بتاعت السيلفر، ممكن اخد اللي حطاني جولد بس. فالموضوع ده عامل لخبطه كبيره قوي في السيزون بتاع الماتش اللي فات ودوت، لان الموضوع بقاله تقريبا يعني سيزون واحد بس، والسيزون ده برضو. فاما نتيجه الماتش هيبان اكتر التاثير السيجنالز، نظام السيجنالز على الماتش. طبعا انا ما اعرفش كل حاجه، انا الكلام اللي انا بقوله ده بناء على اللي انا شفته هناك، واللي سالت الناس اللي بتقدم في الماتش اللي هو بتعملوا ايه وايه الافضل. فاكتشفت مثلا ان انت ممكن تاخد ليتر من كلينيك او من مستشفى متوسطه، مش مستشفى سيئه، ويكون الليتر ده بيرسوناليزد وكويس. هيفرق معاك كتير جدا عن ان انت تدخل مستشفى كبيره وتتوه وسط السيستم فيها او ما تبانش فتاخد ليتر جينيريك او ما تاخدش ليتر خالص، فتبقى ضيعت الشهر ده على الفاضي. انا بقى عملت ايه؟ انا بعد ما خدت الفيزا بدات ابعت ايميل للدكاتره. في الاول كنت ببعت ايميلز اللي هي اسطمبه واحده، ماس ايميلنج لكل الناس، لحد ما جالي بان الاكونت، فما انصحش حد يجرب الفكره دي يعني. واللي عايز يعرف هي ازاي، في اشتراك اسمه جيميل بريميوم او حاجه زي كده، بيديك فرصه ان انت تبعت حوالي 500 ايميل دفعه واحده، بتجهز زي اكسل شيت فيه الايميلز اللي انت عايز تبعتها وتبعتهم كلهم مره واحده. بس مشكله الموضوع ده ان هو بيعتبر كسبان، وممكن يخش السبام فولدر عند الدكاتره، فاوريدي ما يشوفوش الايميل. وممكن برضو يجي لك ريبورتس عليه، فالجيميل اكونت بتاعك يتقفل، وبالتالي مجهودك كله هيضيع. وده بالفعل حصل معايا واتقفل اسبوع وتعبت على ما عرفت ارجع الايميل تاني. الافضل بقى ان انت تدخل تسيرش على مستشفى او المستشفيات اللي انت حابب تروح فيها، او اللي انت عارف ان فيها بروجرامز بتقبل اي ام جيز كتير اللي هم انترناشونال ميديكال جرادويتس، فتقدم فيها الكتيف وتحاول تقعد فيها فتره تبني كونكشنز، تعرف على الناس. يستحسن برضو تكون مخلص ستيب 2، دي واحده من الحاجات اللي ممكن يعني لو رجع بيا الزمن غيرها، ان انا اكون مخلص ستيب 2 بحيث ان انا يكون عندي الايراس ابلكيشن بتاعي. فلو في حد من الدكاتره ناوي يكتب لي ليتر اوف ريكومنديشن، يكون عنده الايراس ابلكيشن بتاعي، يرفع لي الليتر على طول ويعمل لي اللي هي الويف ان انا ما شفتش الليتر مثلا. فده بيخلي الليتر اقوى، ان انت ما طالبتش ان انت تشوف الليتر، فده معناه ان انت واثق من ادائك مع الدكتور، فالدكتور رفع لك الليتر من غير ما تشوفه. دي حاجه بتكون قويه جدا، فكره ان انت ما شفتش الليتر. طبعا كل حاجه من دول هبقى اعمل فيديوهات تفصيليه ازاي تعملها خطوه بخطوه، سواء كنت ازاي تبعت ايميل بيرسونلايز، ازاي تكتب الايميل ذات نفسه بافضل طريقه، ازاي تدور على الدكتور اللي انت حاسس ان هو ممكن يوفر يو بوزيشن سواء اوبزرفرشيب او الكتيف. هعمل فيديو برضو تفصيلي عن انواع اليو اس كلينيكال اكسبيرينس والفروقات ما بينهم، وايه الافضل ليك، ايه المستشفيات اللي انت تاخدها، ايه المحددات اللي انت تختار على اساسها المستشفى. كل ده كلام محتاج فيديوهات مفصلة. أنا في الحلقة دي بس حابب أحكي تجربتي أنا الشخصية من أول ما سافرت بقى، يعني بعد ما خدت الفيزا وقدمت على الإلكتيف وجالي موافقة. في الفترة دي أنا جات لي الموافقة متأخر شوية، وكانت أول روتيشن ليا في بوسطن تشيلدرنز هوسبيتال. طبعا أنا عايز أماتش في انترنال ميديسن سبيشاليتي، فكون جالي بيدياتريك روتيشن، كنت محتار اروح ولا ما اروحش، وسالت كتير، سالت ناس كتير قالوا لي بوسطن تشيلدرنز
من اقوى المستشفيات تقريبا الاولى على العالم في الاطفال او في التخصص بتاع البيدياتريك. وقالوا لي دي تجربه لا تعوض وما ينفعش تسيب الروتيشن دي. اي نعم هي هتكلفك فلوس ان انت تروح هناك، فلو انت ما عندكش مشكله روح، لان دي هتبقى افضل اكسبيرينس انت تاخدها. وبالفعل كان افضل اكسبيرينس او افضل روتيشن عملتها كانت في بوسطن تشيلدرنز. طبعا اول ما جات لي الموافقه من بوسطن تشيلدرنز كنت محتار، ولما خدت القرار ان انا هروح كنت اكسايتد جدا ومبسوط جدا، اللي هو انا جالي في واحده من اعلى المستشفيات في بوسطن تشيلدرنز. وطبعا ولايه ماساتشوستس اللي فيها بوسطن اصلا طلعت من اعلى الولايات في الرانكينج بتاع الهوسبيتالز اللي فيها. فكل المستشفيات اللي فيها افلييتد مع هارفارد، فكلها مستشفيات كبيرة جدا. وفي مستشفى تانية مثلا كانت جنب بوسطن تشيلدرنز كان اسمها ماس جنرال هوسبيتال او بريغهام اند وومن هوسبيتال. وفي مستشفى تانية كان اسمها دانا فاربر، دي كانسر انستتيوشن عملاقة جدا. فكل المستشفيات اللي كانت في بوسطن كانت فظيعة جدا. الاكسبيرينس بتاعتي هناك كانت تحفة على جميع المقاييس. ما عدا بس مشكلة في السكن قابلتني أول ما وصلت هناك، إن أنا كنت واخد سكن بعيد جدا عن المستشفى، ودي كانت مشكله. وطبعا كواحد ما سافرش قبل كده بلاد غربيه، ما كانش في دماغي ان الموضوع ده هيعمل ازمه كبيره قوي كده. وفعلا هو عمل لي ازمه كبيره، واول يوم كان يوم صعب جدا، فضلت ادور على مكان ابات فيه، لان كان في كمان مشكله ان اول يومين الست اللي كانت موفره لي السكن كان عندها مشكله ومش هتقدر تخليني اقعد عندها اول يومين. بس ربنا كرمني بدكتور كويس جدا، كان مقابلني في المطار. والصراحه ما سابنيش لحد ما قدرت الحمد لله الاقي غرفه ابات فيها اول يوم. وسبحان الله في نفس اليوم ده رحت معاه اشوف مجموعه من صحابه اللي يطلع منهم حد مصري لسه متخرج اكبر مني بسنه واحده، وبينقل في نفس اليوم اللي انا كنت بدور فيه على سكن. فاتفقت معاه ان انا اشير الغرفه معاه، ودي كان احسن حاجه حصلت لي الصراحه في بوسطن، ان انا عملت شير للغرفه دي معاه. كان شخص كويس جدا ساعدني في حاجات كتير قوي. وبرده كان معانا واحد تالت جزائري اللي هو اصلا اللي واخد ليس في حاجه اسمها ليس يعني عامه. بس كان هو عادل ايجار باسمه، هو ادانا الاوضه ديت شير انا وصاحبي دوت. وخدت قرار ان انا خلاص مش هسكن مع الست اللي هي السكن بتاعها كان بعيد. وكلمتها عشان اخد فلوسي، والحمد لله كانت محترمه جدا، ورجعت لي الفلوس كامله، ما كانش عندها اي مشكله. وقالت لي انت لو عايز تيجي تقعد عندي حتى هنا فور فري، انا مش عايزه فلوس، انا كنت بس حابه اساعد. ودي حاجه رير جدا 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 انك تلاقيها في امريكا صراحه. اتعاملت مع ناس كتير هناك، مش اي حد هيبقى هيلبفول او يبقى عايز يساعدك يعني. انت هناك هتدوق معنى الغربه الحقيقي. يعني انا كنت فاكر ان الغربه ده شيء انا متعود عليه، من ان انا اصلا اتولدت واتربيت بره مصر، فايه يعني غربه، ايه يعني معيش اهلي. انا قعدت فترات طويله جدا من غير اهلي. بس انك تقعد في بلد اجنبي غربي، كالتشر مختلف، تعاملهم اخلاقهم كل حاجه مختلفه، كانت اكسبيرينس من الغربه انا ما اعرفش عنها حاجه. فكانت لا اتس ترولي غربه، يعني انا فعلا كده متغرب. بس الحمد لله ربنا كان بيوقف لي دايما ناس كويسه في طريقي. حتى لما رحت ولايه شيكاغو وبعد كده قابلت حد مصري هناك برضو محترم جدا جدا، وساعدني في حاجات كتير، وكسر جوايا رهبه شيكاغو، لان شيكاغو من المدن اللي انت هتحس فيها بعدم الامان شويه، والسيفتي هناك مش احسن حاجه. فهو يعني طمني او حسسني ان الموضوع لا مش بالسوء اللي انا كنت متخيله، او مش لان انت اول ما بتوصل هناك بتسمع قصص وبيبداوا يحكوا لك عن الجرائم اللي بتحصل والمشاكل اللي بتحصل في شيكاغو، والاماكن كلها مش امان. فانت هتحس انك مش عايز تخرج من البيت، او ان انت خايف اصلا تخرج من البيت. والناس هناك شكلها فعلا في بعض الاماكن هتشوف ناس شكلها يخوف. فهو كسر جوايا الحته دي، فدي كانت من الحاجات المهمه جدا. واخر روتيشن ليا في اوهايو برضو قابلت ناس محترمه جدا، منهم واحد مصري برضو كان لسه بيقدم في السايكل بتاع الماتش دي، وربنا يوفقه ان شاء الله كده. برضو كان من الناس اللطيفه جدا اللي خلتني اخد على اوهايو بسرعه واعرف اماكن حلوه فيها. وفعلا يعني كانت ميموريز كويسه، قعدنا سوا كتير واتكلمنا كتير واستفدت منه حاجات كتيره جدا. فالحمد لله في كل مرحله من المراحل كان ربنا بيوقف لي حد يساعدني، لان الدنيا برضو هناك صعبه. انت اول اسبوعين ليك هتبقى في كالتشر شوك، وهتبقى لسه مش عارف تتعامل ومش فاهم الدنيا شويه. فكون في حد جنبك بيساعدك بتفرق كتير جدا. وده اللي حصل معايا الحمد لله في بوسطن. برضو كان عندي مشكله تانية، ان انا كنت طالع معايا الفلوس كلها، الفلوس اللي معايا كلها كاش، ما معيش فيزا ومفيش كاش هناك. يعني في بوسطن انا كنت عشان ادفع كل حاجه كاش اولا بتخسر فلوس كتير، لان مثلا في الاتوبيس او في الباص المكنه اللي بتحط فيها الفلوس مش بترجع باقي. فانت ممكن تحط $5 والتيكت ب $2، بس مش هيرجع لك باقي لكون المكنه هي كده. فانت لازم تعمل حاجه اسمها، كنت عملت بقى اشتراك في المواصلات هناك كلها بتبقى بكارت واحد،
اسمه تشارلي كارد او حاجه زي كده، لحد ما عملت فيزا بايونير او فيزا وهميه، وبدات ادفع بابل باي. دي وفرت عليا كتير جدا. هي ليها شويه مشاكل زي انها ما تعرفش تعمل ايداع او سحب من الاي تي ام، تقدر بس تدفع بيها اونلاين. بس فادتني في حاجات كتير جدا، لان كل حاجه هناك اصلا بتدفعها بالابل باي عادي جدا. فحطيت معظم الفلوس جوه البايونير اكونت ده، وبدات اتحرك بيه عادي. ودي كانت احسن حاجه عملتها. فاللي يروح هناك ياخد فيزا كريدت من مصر ويبلغ البنك ان هو مسافر هتشتغل الفيزا دي في امريكا، افضل له بكتير جدا من ان هو يتسوح على ما يعمل فيزا بايونير. او لو عندك بايونير اكونت من الاول وهتحط فيه فلوس، يبقى افضل، لان عشان تحط فيه فلوس لازم ليها لفه كده معينه، مش سهله يعني، لان انت ما ينفعش تعمل ايداع الفلوس دي عن طريق الاي تي ام. بوسطن كمدينه كانت حلوه جدا. هي شبه اوروبا، ووكابول سيتي شوارعها صغيره، المساحات فيها مش بعيده قوي، تقدر تتمشى فيها. المستشفى كانت فوق الروعه. بوسطن تشيلدرنز من المستشفيات العملاقه جدا. انا كنت في قسم الكارديو باثولوجي. كانوا عاملين لي ويلكمينج بارتي حلوه يعني، عاملين لك زي اوفيس صغير كده، وحاطين لك عليه ويلكم تو بوسطن تشيلدرنز، وموفرين لك مكان تقعد فيه. وهم فعلا عندهم انترست ان هم يعلموك حاجه او يسيبوا جواك اثر، ان انت تفتكر ان انت جيت هنا المستشفى دي واتعلمت منها حاجات كتير. فكانت افضل اكسبيرينس. الناس هناك فريندلي جدا 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 جدا. المدينه يوروبيان ستايل شويه، او ستايل اوروبي شويه، وده اللي خلاني استمتع بالقعده فيها. وبرضه ما جربتش الغربه 100% فيها، لان انا كنت ساكن مع مصريين او مع عرب، وكنا كل سبت بنتجمع ونروح نلعب بلاي ستيشن. فالدنيا كانت ايزي والتجربه هناك كانت سلسة جدا. حاولت اجيب 100% للمستشفى. كنت بروح هناك الساعة 6 الصبح او 7 بالكتير بكون في المستشفى. كنت بمشي اخر واحد هناك، احاول امشي الساعة 8 بالليل عادي. اي نعم الريزيدنتس كانوا بيقعدوا اكتر مني، او الفيلوز كانوا بيقعدوا ساعات اكتر مني، بس كنت بحاول على قد ما اقدر اجيب اخري. احاول اثبت نفسي بكل الاشكال. طبعا في فرق كبير قوي، بس كنت بحاول دايما افتكر ان انا بعمل روتيشن. انا لسه طالب ميديكال ستودنت. الجماعه اللي كانوا حواليا، حتى الاوبزرفرز اللي كانوا معايا، كانوا اوريدي ريزيدنتس في امريكا، وبيعملوا الاوبزرفيشن دي عشان الفيلوشيب بتاعتهم. فهم اوريدي ادفانسد عني كتير جدا، بس حاولت اتعلم منهم وتعلمت منهم حاجات كتير جدا. وشاركت في كيس ريبورت مع الدكتور اللي كنت معاه. والحمد لله كانت يعني اكسبيرينس رائعه. بس خلصت اول شهر، وكان عندي الاكسبيرينس اللي بعدها الشهر اللي بعده في شيكاغو. سافرت طبعا من بوسطن لشيكاغو طيران داخلي. واول ما نزلت شيكاغو قابلت واحد صاحبي كان هناك. ودي برضو من الحاجات الكويسه، ان انا كان ليا واحد صاحبي طالع معايا من مصر في نفس الوقت، بس هو كان في شيكاغو من اول يوم، وفضل في شيكاغو لاخر يوم. ودي حاجه كويسه، فكره ان انت مش مضطر كل شويه تسيب مكان وتروح مكان تاني. لان انا مع كل سفر لولايه انت كانك رحت دوله جديده، نظام سيستم مواصلات جديد، بتاخد اسبوع مثلا عشان تعرف الاماكن وعشان تتاقلم. فالموضوع بيبقى صعب على النفسيه شويه. ومع الروتيشن التالتة انا كنت خلاص مش قادر، اللي هو الادجستمنت بيريود بتبقى صعبه. ما تعرفش حاجه في الولايه، النظام مختلف، على ما تتعرف على الناس وتاخد عليهم تاخد شويه وقت. بس كانت العياده في شيكاغو كلها عرب تقريبا. كان معايا اتنين فلسطينيين واتنين سوريين واتنين يمنيين. فاحنا كنا بنتكلم عربي اصلا في العياده. بس استفدت من العياده دي ان انا اتعلمت اتعامل مع الايبك. ده سيستم اللي بتمشي بيه معظم المستشفيات في امريكا، بيكون عليه كل البيشنت داتا اللي انت هتحتاجها، كل اللابس، كل الاكس رايز، كل الفحوصات والحاجات اللي البيشنت بيعملها، كل تاريخه المرضي، الهيستوري، كل حاجه موجوده عندك في مكان واحد. فدي ميزه كبيره جدا. انت ما بتكشف على العيان او بتخلص الفيزيت بتكتب برضو سمري لايه اللي حصل في الفيزيت دي، وايه التحاليل او الادويه اللي كتبتها له. فتتعلم انك تتعامل مع السيستم. دي حاجه مهمه جدا، ودي حاجه من اهم الحاجات اللي اتعلمها في الالكتيف. ودي ميزه الهاندز اون اكسبيرينس. وطبعا زي ما قلت انا هعمل فيديو تفصيلي يو اس ميلي ماستر كلاس، افهمك فيه من الصفر لحد ما تفهم كل حاجه عن اليو اس كلينيكال اكسبيرينس، وايه الافضل تختار ازاي، وكل الكلام دوت. بس خلينا نكمل القصه بتاعتي. الشهر ده كان بيبقى عندنا العياده 3 ايام انترنال ميديسن وثلاث ايام نفرولوجي. كان المفروض ان انت يا تحضر انترنال ميديسن يا نفرولوجي. فانا اتفقت انا وصاحبي ان احنا هنحضر الاثنين، ونحاول ناخد تو ليترز اوف ريكومنديشن من تو دكتورز. كان في ستودنتس كتيره شويه، فده برضه بيأثر على الانتراكشن مع الدكتور. فاحنا كان الانتراكشن مع الدكتور قليل، فالدكتور ما يعرفناش قوي. بس لما طلبنا منهم الليترز كانوا هيلفول، وقالوا لنا هيبعتوا لنا الليترز، وان احنا لما نعمل ايراس ابلكيشن نبعت لهم وهم يرفعوا لنا ليترز وكده. دي واحده من المشاكل اللي هتقابلك، ان انت لو ما عندكش الايراس ابلكيشن الدكتور ممكن يقول لك لما تعمل الايراس ابلكيشن ابعت لي وانا احط لك عليه الليتر. فلو معاك الايراس ابلكيشن وخليته يرفعه على طول قبل ما ينساك، لانه انت ممكن الدكتور يشتغل، ممكن يكون بعد كده مشغول ما يقدرش يرفع لك الليتر. ممكن
بعد كده تفقد التواصل معاه وما تقدرش تتواصل معاه، فدي هتبقى مشكله. فعشان كده انا افضل السفر بعد ستيب 2، عشان تكون بتجهز نفسك للماتش بقى خلاص. بس في نفس الوقت انا مش ندمان ان انا عملت اليو اس كلينيكال اكسبيرينس دي، بالعكس انا خدت اكسبيرينس، كسرت حاجز الخوف، اتعاملت، عرفت الدنيا هناك ماشيه ازاي، اكتشفت ان الستبس او امتحانات المعادله نفسها مش هي اصعب حاجه في الرحله، لا ده في حاجات اصعب بكتير. ان انت بقى تتعامل مع بيشنتس هناك، وان انت تثبت نفسك للاتندنج فيزيشن اللي انت شغال معاه، وان انت تتكيف على السيستم المختلفه بتاعت كل مستشفى، السيستمز المختلفه بتاعت كل ولايه كل مدينه، لان انت في الاغلب لو دخلت ريزيدنسي في مستشفى، احتمال كبير تعمل فيلوشيب في مستشفى تانية في ولايه تانية خالص. الاستقرار هتنساه من حياتك تقريبا، يعني مش هيبقى في استقرار في مكان واحد للاسف. هي دي ضريبه ان انت عايز تبقى حاجه كبيره، هتتمرمط لك شويه. من الحاجات بقى اللي حسيت انها كانت ممكن تفرق معايا ان انا اخد ستيب 2 قبل ما اطلع، وان انا يكون عندي كلينيكال سكيلز ديفولد كويس هنا في مصر قبل ما اطلع امريكا. طبعا في الامتياز انا ما كنتش اكتر واحد مهتم، ما كنتش بقعد في المستشفى كتير، كان عندي شويه حاجات تانية شخصيه بعملها، فما كنتش بحضر كتير. فده خلاني في الاخر الكلينيكال سكيلز بتاعتي مش قوي يعني، يا دوب. فده خلى عندي رغبه ان انا اتعامل مع البيشنتس هناك شويه. فحسيت ان هو لو كنت مرمطت نفسي هنا اكتر شويه واختلطت ببيشنتس واتعاملت كتير، كان هينفعني اكتر بكتير لما اروح هناك. اول ما رحت شيكاغو اكتشفت ان امريكا مش البلد المثاليه اللي احنا فاكرين ان انت هتروح تحل هناك كل مشاكلك. ودي كانت احد الصدمات، اللي هو لا، فكر بواقعيه، حط رياليستيك اكسبكتيشنز. هي بلد زي اي بلد، اي نعم هي فيها فرص عمل وفيها فلوس، بس في نفس الوقت هي فيها ناس عاطله كتير جدا. معظم اللي قابلتهم بيشتغلوا في الاي تي والكمبيوترز والبروجرامينج والبروجرامرز، والناس دي معظمهم مش لاقيين شغل. كان معايا 4 هنود في السكن اي تي مش لاقيين شغل. كان واحد فيهم اللي شغال، بس شغال في جروشري ستور، شغال في بقالة يعني، وهو تقريبا بيصرف على اخوه، والجماعه اللي قاعدين معاه ايه بيدبروا حالهم كده. فيعني الدنيا مكحرطه معاهم خالص. الحياه هناك مش وردي، الجو هناك صعب جدا، خصوصا لما تبدا تدخل في الشتاء الدنيا بتبقى مش ألذ حاجه. الغربه بقى والوحده، وان انت قاعد مع ناس مش شبهك برضو صعبه. وانت بتاخد مكان تسكن فيه، نيبرهود تكون كويسه، الحي اللي انت هتسكن فيه يكون كويس، ما يكونش فيه كرايم ريت عاليه. عايز تعرف الكرايم ريت عاليه في الحي ده ولا لا؟ شوف الريتنج بتاع المدارس اللي في الحي، او الريتنج بتاع الخدمات او السيرفيسز اللي في الحي. لان كل ما كان النيبرهود فقير، كل ما كان فيه الكرايم ريت عاليه، وكل ما كان السيفتي فيه مش احسن حاجه. شيكاغو كان الساوث او الجنوب مش امان ومش حلو، وانما المنطقه اللي كانت حوالين المستشفى كانت كويسه. المنطقه اللي انا كنت ساكن فيها الكرايم ريت ما كانش فيها عالي، بس كان منطقه كلها هنود، بس كان فيها ميزه ان الاكل هناك كله حلال، كل المطاعم حلال. الهنود اللي كنت فيها معظمها هنود مسلمين، فدي كانت حاجه حلوه. النظافه ما كانتش احلى حاجه، خصوصا ان البيوت هناك قديمه، والبيوت القديمه هناك بتبقى خشب، فبتحوي حشرات، بتبقى مقرفه جدا الحقيقه. فانا حاولت بقى اصلح الغلطه دي في اوهايو. قررت اخد غرفه لوحدي على اير بي ام بي، اضمن انها تكون غرفه نظيفه، عشان انا كنت بقى ايه اتلسعت في شيكاغو من النظافه بتاعت الغرفه اللي كنت قاعد فيها، ما كانتش افضل حاجه. اي نعم النيبرهود كانت كويسه، والمطاعم حواليها كانت كلها حلال، والاكسبيرينس اوفر اول ما كانتش سيئه قوي، بس ما كنتش بحب اروح البيت لان البيت مش انضف حاجه. اوهايو بقى كولايه، ولايه كبيره برضو زيها زي شيكاغو، فاضيه قوي. مش عارف ليه، بس كنت بحس انها دايما فاضيه ما فيهاش ناس. البيت اللي انا كنت ساكن فيه كان حلو جدا، كان فيه رومز كتير كلها بتتأجر اير بي ام بي، وصاحب الشقه راجل كبير في السن ومراته، وكانوا جيستس لطاف جدا، وبيتعاملوا معاك على القد اللي هو صباح الخير، وممكن تتكلم معاهم حبه بسيط كده قبل ما تروح المستشفى ولا حاجه، او لما ترجع. اوفر اول البيت كان نظيف جدا. اوهايو كولايه كانت كبيره قوي، ومواصلات فيها انا ما جربتهاش الحقيقه، لان المستشفى كانت جنب البيت، فكنت بروح ماشي. على عكس مثلا شيكاغو وبوسطن. بوسطن كانت احسن حاجه، احسن تجربه في المواصلات، رغم ان المواصلات نفسها او الاتوبيسات والمترو اللي فيها قديم، لكن كمان المدينه صغيره، انت بتروح اي مكان في 10 دقائق ربع ساعه بالكتير. على عكس مثلا شيكاغو اللي كان اقل مشوار فيها بتضرب ساعه ونص في الاتوبيس. فكان يعني تجربه المواصلات العامه تجربه سخيفه وتقيله شويه. وفي اوهايو زي ما قلت انا كنت قريب من المستشفى، ولما كانوا صحابي بيخرجوا كانوا بيعدوا عليا بالعربيه، ما احتكتش بالمواصلات العامه هناك. اوفر اول تجربتي في امريكا حسستني ان انت داخل على منعطف تاريخي في حياتك. لو انت هتعيش هناك هتتاقلم على حاجات كتير قوي، هتبدا تدور بقى على الناس اللي شبهك او الكوميونتي اللي شبهك. وده اللي شجعني افكر اعمل فكره اللي هو لا، احنا عايزين كوميونتي مع بعضه زي ما الهنود بيعملوا، يطلع بعضه ويجمع بعضه زي ما الهنود بيعملوا مع بعض، وبيساعدوا بعض ان هم يلاقوا ماتش، وبيساعدوا بعض ان هم يسكنوا جنب بعض، فيعملوا كوميونيتيز كبيره، فما بيحسش بغربه. يعني انا لما كنت في شيكاغو بسال الشباب اللي كانوا معايا في السكن، كانوا بيقولوا لي احنا حاسين ان احنا قاعدين في الهند، يعني
كل المطاعم اللي حواليا وكل الناس اللي حواليا بيتكلموا لغتي، كلهم من الهند زيي. فليه احنا المصريين ما بنعملش كده هناك ونجمع بعض؟ اي نعم، في بوسطن كان الكوميونتي المصري او الكوميونتي العربي قوي وحلو جدا، كانوا بيجمعوا كل سبت يلعبوا بلاي ستيشن، بيساعدوا بعض. لو انت عندك مشكله في السكن او اي حاجه هتلاقي حد يساعدك. الكوميونتي ده ما كانش موجود في شيكاغو الحقيقه، والكوميونتي العربي في شيكاغو ما كانش بنفس الليفل اللي كان عليه في بوسطن. يمكن عشان ما رحتش الساوث، لان انا سمعت ان معظم الكوميونتي العربي في شيكاغو في الساوث، وانا ما جيتش ناحيه الساوث لانه يعني اللي سمعته عنه ان هو مش امان، فايه اللي هيوديني هناك وانا مش مضطر اروح يعني. الفكره بقى ان انا بعد ما خلصت الثلاث شهور الكتيف روتيشنز اكتشفت ان في ناس كتير مش بتعمل ماتش من اول سفريه، في ناس بتضطر ترجع بلدها وترجع تاني تعمل electives او تعمل روتيشنز تاني لمده 3 شهور تانيين، وفي منهم اللي بيقدم على الماتش بعد 6 شهور وسنه مثلا من هو يشتغل هناك. فالموضوع مش جاست ان انت هتروح تعمل 3 شهور تجمع 3 لتر في ريكومنديشن وتقدم في الماتش فتتقبل فتخش في الريزيدنسي، لا الموضوع اكبر من كده وواسع عن كده. ممكن تحتاج تروح ريسيرش سنه، ممكن تدور على بيد ريسيرش بوزيشن بحيث ان انت تقدر تسبورت نفسك هناك فاينانشالي، ما تبقاش محتاج ان انت تصرف فلوس، لان المعيشه هناك طبعا بالمصري لما تيجي تحسبها هتلاقي الدنيا يعني كبيره قوي وغاليه جدا، فدي حاجه تانية. فان شاء الله كل ما اوصل لحاجه او اعدي بحاجه او باكسبيرينس معينه، زي ما وعدتكم في القناه هنا دايما انا بحاول اشير الجيرني او الرحله كلها معاكم بالاخطاء اللي انا عملتها، بالحاجات الصح اللي انا بعملها. هل اللي انا عملته صح او غلط 100% انا ما اعرفش. هل انا بقيت عايز اروح امريكا او عايز اعمل ماتش في امريكا زي ما كنت قبل ما اسافر؟ صراحه لا، البلد هناك ما عجبتنيش 100%، ما انبهرتش الانبهار اللي هو انت رحت بلد جامده جدا. يعني في بلاد بنفس الكواليتي ومش صعب جدا انك تروحها زي امريكا. طبعا كل مكان له مميزاته وله عيوب. مشكله امريكا المجتمع او الكوميونتي اللي انت فيه، هل انت في كوميونتي كويس ولا كوميونتي مش كويس؟ انت عندك هناك كل الثقافات كل الكوميونيتيز، فانت لو مع كوميونتي كويس هتحس انك في احسن بلد في العالم، لو مع كوميونتي مش حلو هتحس ان انت في اسوأ مكان في العالم. فit depends يعني انت قاعد فين وفي انهي ولايه. انا لو اختار مكان اقعد فيه في امريكا هختار بوسطن، عشان هي يعني احسن اكسبيرينس انا خضتها. هل هي فيزيبل او لا ان انا اعمل كده او اقدر اعمل كده ولا لا؟ هي كومبيتيتيف جدا جدا جدا، لان هي كلها مستشفيات تبع هارفارد، فان انت تخش اي واحده من المستشفيات دي يعتبر من ضرب المستحيلات او من الحاجات الصعبه جدا. ممكن تاخد هناك ريسيرش بوزيشن بس unpaid وتقعد هناك فتره، ده ممكن يساعدك ان انت تعمل كونكشنز هناك وتعمل ماتش. الكونكشنز مهمه 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 الى ابعد الحدود في الماتش. لو انت ناوي تروح مكان معين وانت واثق ان 100% انا عايز المستشفى دي، حاول تقعد هناك على الاقل 3 شهور electives، وتحاول تقدم على الماتش في نفس الوقت اللي انت موجود فيه هناك، بحيث ان لو حد ناوي سبورت يو في الماتش تقدر تديله الايراس ابلكيشن بتاعك او الاي ام سي نمبر بتاعك، ويقدر ان هو يعمل لك سبورت او يجيب لك انترفيو. وطبعا الانترفيوهات دي قصه تانية خالص لسه انا ما تعرضتش ليها، بس ان شاء الله زي ما وعدتكم يعني اول باول هنعمل ابديتس هنا، الحاجات اللي انا بتعلمها وكده. اتمنى تكون اول حلقه في البودكاست عجبتكم. زي ما قلت لسه ما اخترناش اسم البودكاست ده، فاللي عنده اي سجيشن لاسم البودكاست يا ريت يكتب لنا في الكومنتس تحت. ولو عندكم اي اسئله تاني اكتبوها لي برضو في الكومنتس. وما تنساش تعمل جوين لجروب التليجرام بتاعنا وجروب الواتساب اللي هنعمله ان شاء الله. وبس كده، اشوفكم الحلقه الجايه. ولو انت داخل امتحان ستيب 1 قريب، فانصحك تشوف الفيديو اللي اتكلمت فيه عن تجربتي الكامله لامتحان ستيب 1، هتلاقيه هنا.